واحد من الحاجات اللي انا مقتنع بيها جدا وشفتها كتير في حياتي ان مدير المشروعات الاصل فيه هو شخصيته، مش التول ومش السيرتيفيكت بتاعته. تعالوا في مجموعه صغيره من الفيديوهات هنتكلم عن شخصيه البروجكت مانجر دي، ايه المهارات اللي مطلوبه عنده، ايه السكيلز اللي المفروض تكون متواجده فيها، وبالتالي كل واحد فينا يقدر يقيس السكيلز دي عنده ويشوف هو عنده منها قد ايه ومحتاج يطور في ايه. واحد، ان البروجكت مانجر لازم يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز قويه جباره رائعه، قادر يكوميونيكيت، قادر يتواصل مع كل الفئات اللي هو بيتعامل معاها. يعني نزل الموقع بتاعه لقى العمال والناس اللي شغاله هناك فرشين ورق جرايد وجايبين فول وطعميه وبطاطس وبتنجان والدنيا مزيته وزي الفل، يخش يعمل ايه؟ سؤال على طول، عاملين حسابي ولا لا؟ ويروح داخل وياكل معاهم، قادر يتواصل مع الناس دي. في نص اليوم عنده اجتماع مع الاستشاري على سبيل المثال، هنراجع شويه حاجات وهنبقى قعدتنا في ستاربكس، فقادر يتواصل على المستوى دون وقادر يبقى جزء من البيئه دي والتعامل مع الناس من الفئه دي، ما عندوش اي مشكله او ما عندوش اي حرج. بعد الظهر عنده برزنتيشن هيعملها للتوب مانجمنت وهيحضرها فلان وفلان وفلان واستاذ الدكتور، ناس كده تقيله، وهيقف قدامهم اسد يدي برزنتيشن عن البروجرس بتاع المشروع بتاعه ولا يهمه، الدنيا ماشيه معاه زي الفل. بكره الصبح طالع المطار عشان يستقبل استشاري جاي لنا من الهند، قادر يتعامل معاه وقادر يتكلم معاه بمنتهى السهوله وما عندوش اي مشكله، وهكذا قادر يكومينيكيت مع كل البشر اللي ممكن يتعامل معاهم. دي بالنسبة لي واحدة من أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة في شخصية مدير المشروعات، اللي هيتعامل مع كم هائل من الفئات، كم هائل من الجهات، كم هائل من الناس المختلفة، وهو اللي عنده الشطارة إن هو يقدر يتواصل معاهم كلهم. نكمل في فيديو تاني ايه بقية صفات البروجكت مانجر.